يا مساء الفل عليكم يا شباب وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنتعرف على تأشيرة جديدة للنمسا. التأشيرة ديت يا جماعة تساعدك ان انت تقدر تاخد اقامة هناك في قلب البلد. بعد كده من حقك ان انت تنقل لأي بلد اوروبي، برضو تقدر تجيب اسرتك معاك. ومدة التأشيرة ديت لوحدها كافية ان انت تقدر تدور على شغل هناك، وهي تأشيرة البحث عن عمل، وبتديك 6 شهور ان انت تدور فيها براحتك على شغل. هنعرف طبعا ايه هي الشروط وايه هي الاوراق والخطوات الخاصه بالتاشيره بتاع النهارده. بس الاول، لو انت اول مره تشوفنا، يا ريت ما تنساش الاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك معانا كل جديد. يا مساء الورد عليكم يا شباب وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنتعرف على تأشيرة البحث عن عمل خاصة بدولة النمسا، اللي بتختلف طبعا في شروطها عن أي تأشيرة تانية. يعني ممكن كنا اتكلمنا عن تأشيرة بحث عن عمل عن دول تانية، أما التأشيرة ديت لها شروط وإجراءات خاصة بيها. هنعرف طبعا خطوات التقديم على التأشيرة ديت، لأن أصلا التأشيرة ديت محددة لغير الأوروبيين، يعني لأي حد من الدول العربية يقدر يقدم عليها. أي حد من أفريقيا برضه، أي دول أفريقية تقدر تقدم بسهولة على التأشيرة دي. التأشيرة دي برضو يا جماعة بتعتمد على النقط، يعني لازم تحقق 70 نقطة من أصل 100 نقطة، سواء كانت في العمر أو الشهادة أو الخبرة وغيرها. وهنعرف طبعا النهاردة إزاي هنحقق النقط دي. التأشيرة دي برضو زي ما قلنا بتسمح لك إن أنت بعد حصولك على عرض عمل خلال فترة تواجدك داخل النمسا إنك تجيب أسرتك برضو معاك. التأشيرة زي ما قلنا متاحة لجميع الجنسيات العربية وفي جميع التخصصات وأي مجال وحتى المهن الحرة. مدة التأشيرة ديت لوحدها هنقول هتكفيك ان انت تقدر تلاقي شغل هناك، لان مده التاشيره اصلا في الاساس 6 شهور. يعني 6 شهور من حقك ان انت تدور فيهم على شغل في راحتك وفي اي قطاع طبعا انت حابب تشتغل فيه. تكلفه التاشيره دي برضو يا جماعه بتقارب 150 يورو. بعد كده اما بتلاقي شغل في قلب البلد بتبدا ان انت تاخد اقامه وبتعمل تصريح العمل هناك برضو ب 120 يورو. التقديم على التأشيرة ديت بيكون من خلال السفارة، يعني بقى مش هتروح مكاتب في اف اس جلوبال والكلام اللي احنا فاهمينه الخاص بالتأشيرات السياحية. برضو التأشيرة ديت تسمح لك ان انت بعد ما تعمل اقامة ان انت تتنقل بيها لأي بلد اوروبي، خصوصا برضو ان تأشيرة النمسا او دولة النمسا هي دولة من دول الشنجن ال29. طبعا تعالوا بقى نتعرف على الشروط عشان تقدم على تأشيرة البحث عن عمل داخل دولة النمسا. واهم شرط واول شرط في التأشيرة ديت هي ان انت زي ما قلنا تحقق 70 نقطة من اصل 100 نقطة. ناس طبعا هتسألني في النقطة دي، طيب وهي النقط ديت هنحققها ازاي وفي اي مجال بالظبط وازاي بتتوزع النقط دي؟ دي اللي انا اعرفه لك طبعا النهارده، عشان انت قبل ما تقدم على التأشيرة ديت لازم تشوف نفسك هل انت فعلا حققت 70 نقطة دولا ولا لا. اولا كده النقط ديت يا جماعه قلنا متوزعه على العمر والشهادات والخبره، وفي حاجات كتير تقدر ان انت تحقق فيهم ال70 نقطة. وأولهم طبعا المؤهل الدراسي، يعني لو أنت خريج جامعة فأنت ليك 20 نقطة. تاني حاجة برضو شهادة تخرجك لو كانت تخصصك في مجال من المجالات ديت زي الرياضيات أو المجال المعلوماتية أو التكنولوجيا أو العلوم الطبيعية ليك 30 نقطة. يبقى أول حاجة المؤهل الدراسي بكالوريوس ليسانس أيا كان التخصص أيا كانت الشهادة، بس يكون متخرج طبعا من جامعة فليك 20 نقطة. أما لو كانت الشهادة بقى تخصصها في مجال زي الرياضيات أو الشهادة معلوماتية أو التخصص بتاعك في التكنولوجيا أو العلوم الطبيعية ليك 30 نقطة. بالنسبة يا جماعة لو أنت معاك دكتوراه أو ماجستير بتاخد 40 نقطة لوحدهم. بالنسبة برضو يا جماعة للخبرة، الخبرة هنا بتاخد على كل سنة نقطتين. يعني لو معاك سنة واحدة بتاخد نقطتين، معاك سنتين بتاخد 4 نقط، معاك 5 سنين بتاخد 10 نقط. يعني من الآخر كده أنت بتضرب عدد سنين الخبرة في نقطتين. طبعا كل ما بتزيد سنين الخبرة كل ما بتزيد طبعا معاك النقط. زي مثلا لو انت سافرت قبل كده النمسا واشتغلت هناك ومعاك خبرة لمدة 6 شهور في المجال اللي انت اشتغلت فيه فانت ليك 10 نقط. برضو لو معاك اللغة الألمانية أو اللغة الإنجليزية في مستوى A1 فانت بتاخد 5 نقط. أما لو معاك مثلا A2 فانت بتاخد 10 نقط. بالنسبة برضو للعمر محددين للعمر يا جماعة نقط. يعني أنا اتكلمت في النقطة ديت إن التأشيرة ديت تقدر تجمع فيها ال70 نقطة بسهولة جدا، خصوصا إنها في كذا مجال. يعني لو حققتهم في العمر، حققتهم في الخبرة، حققتهم مثلا في الشهادة التعليمية، أنت كده جبت ال70% أو 70 من 100، فأنت تقدر تقدم على التأشيرة دي. لو أنت عمرك بقى أقل من 35 سنة فأنت ليك 20 نقطة. أما لو عمرك من 36 ل 40 سنة ليك 15 نقطة. لو عمرك بقى من 41 سنة ل 45 سنة فأنت ليك 10
نقط. برضو يا جماعة لو انت درست قبل كده في قلب النمسا يعني ترم او قعدت سنة او فصل دراسي في قلب البلد هناك، المهم ان انت طبعا واخد مثلا ترم هناك او عندك اثبات ان انت درست في قلب النمسا فليك 5 نقط. بالنسبة بقى لو انت شغال بقى في اي شركة نمساوية وليها فروع في الدولة بتاعتك، والشركة دي طبعا مدرجة في البورصة، البوزيشن بتاعك كويس في قلب الشركة، والراتب السنوي من 50 ل60 ألف يورو سنويا ليك 20 نقطة. أما لو الراتب بتاعك من 60 ل70 ألف يورو سنويا برضو هتاخد 25 نقطة. لو راتبك بقى أكبر من 70 ألف يورو سنويا هتاخد 30 نقطة. في بعض شروط بتنطبق على الناس وفي شروط مش هتنطبق، بس إن شاء الله يعني لو أنت بصيت للشروط 70 نقطة تقدر تحققهم، سواء كان في اللغة تقدر تحققهم في العمر تقدر تحققهم في الشهادة التعليمية. ودي طبعا الشروط اللي هتطلب منك عشان تحقق ال70 نقطة وأسهلهم. يعني لو أنت بصيت للعمر، لو بصيت للغة، لو بصيت للشهادة التعليمية، لو بصيت للخبرة في المجال اللي أنت هتقدم فيه، هتلاقي نفسك في عندك 4 مجالات سهلين إن أنت تحقق من خلالهم طبعا الشروط دي. وانا برضو عشان اسهل عليك كل الكلام دوت انا هسيب لكم رابط من الخارجيه النمساويه. الرابط ده يوضح لك النقط بالظبط تتوزع ازاي، يعني بالنسبه للعمر قد ايه، بالنسبه طبعا للغه، بالنسبه للشهاده. الكلام ده كله هتلاقيه طبعا مثبت ومن المصدر الرسمي بتاعهم من الموقع الخاص بوزاره الخارجيه النمساويه. بالنسبه للاوراق، لو انت مثلا طبقت عليك وحققت 70 نقطه، ايه هي الاوراق اللي هتطلب منك لما تيجي تقدم على التاشيره؟ اول حاجه طلب منك جواز سفر ساري ويكون فيه على الاقل سنه. تاني حاجه لازم أن يكون معاك صوره شخصيه حديثه. الصوره الشخصيه ديت يا جماعه تكون 3 في 4. برضه طلب منك حجز فندق او ايجار شقه، بس مش شرط يكون مؤكد، يعني ممكن تعمل حجز الفندق ده او ايجار الشقه من خلال موقع booking.com. برضه طلب منك التامين الصحي ويغطي فتره اقامتك هناك، يعني انت مثلا رايح 6 شهور هتعمل تامين صحي لمده 6 شهور. الورقة المهمة بقى اللي طبعا اتطلب منك برضو اللي هي حسابك البنكي. حسابك البنكي هنا مش شرط يكون عليه حركة، بس يكون فيه طبعا فلوس تغطي مدة إقامتك اللي هي مدة ال6 شهور هناك، وانت داخل البلد وانت بتدور على شغل، او ان انت بينزل لك راتب تقاعد اللي هو المعاش. فدي برضو تنفع تقدم عادي بيه سهل جدا. فديت النقط يا جماعة اللي هتطلب منك لما تيجي تقدم على التأشيرة. يبقى ديت ايه الأوراق بعد ما تحقق طبعا ال70 نقطة اللي هي أهم شرط فيها. لازم أن تشوف نفسك هل انت فعلا محقق 70 نقطة. بعد كده بتبدأ تجهز الأوراق ديت، وزي ما قلنا بتبدأ تقدم في السفارة النمساوية. بعد كده بقى نقول خطوات التقديم ازاي بقى بتقدم. انت بتحجز طبعا ميعاد في السفارة وبتترجم الأوراق طبعا اللي هي تثبت إن أنت حصلت على 70 نقطة سواء للغة الألمانية أو اللغة طبعا الإنجليزية، مع طبعا الأوراق اللي هي الطلب منك اللي احنا لسه ذكرنا دلوقتي الخاصة بالتأشيرة. وبتدفع ثمن التأشيرة اللي هي 150 يورو. بيجي لك الرد إمتى على التأشيرة ديت؟ بعد 30 يوم بالظبط. ممكن تتأخر شوية، أيوة ممكن تتأخر شوية، ممكن يجي لك الرد بعد 90 يوم اللي هم ممكن 3 شهور. ديت طبعا التأشيرة بتديك مدة 6 شهور في قلب الدولة إن أنت تقدر تدور فيها على شغل. بالنسبة للرواتب، الناس هتسألنا عن الرواتب. الحد الأدنى للرواتب في قلب النمسا، وأنا هسيب لكم رابط يوضح لكم طبعا الحد الأدنى للرواتب وتكلفة المعيشة والحياة في النمسا، هنقول في قلب صندوق الوصف. وطبعا الرواتب بتبدأ من 1500 يورو شهريا. وزي ما احنا عارفين تعتبر النمسا من أفضل الدول اللي أنت تقدر تلاقي فيها شغل. ودي طبعا كل حاجة خاصة بتأشيرة البحث عن عمل لدولة النمسا. بالتوفيق للجميع بإذن الله. ولو في أي استفسار تنسبونا في قلب التعليقات، وأنا في أقرب فرصة هرد عليكم. وشكرا لكم.